الحين بسوي لكم الثلج اللي استخدمه للتصوير. شوفوا، هذه رغوة الحلاقة وهذه بيكربونات الصوديوم، ما عاد أي شركة. طبعا لا تضحكوا على الصحن، هذا أكبر شيء عندي في الاستديو، فهو المتوفر وأنا بسوي كمية. تمام. تقدروا ترجعوا للفيديو السابق وتشوفوا الفرق بين الثلج اللي اشتريته من الموقع والثلج هذا اللي بسويه الآن. الشيء اللي ما شفته إلا بالتجربة إنه هذه فقط كمية كل الثلج، فأنا المنتج عندي كبير، فكنت أحتاج 3-4 أكياس، والحمد لله في الطريقة التانية فأنا حدمجهم مع بعض عشان يديني كمية، فكنت حسوي فقلت أصور لكم. تمام. هذا أول شيء. عجبتني أنا هذه الطريقة. البنات في الفيديو برضو اللي تكلمت فيه عن الثلج قالوا كثير اقتراحات، بس أنا عجبتني هذه الطريقة لأنه صراحة الرغوة ريحتها مرة تجنن، وهذه مرة رخيصة وكميتها كبيرة. خلينا نشوف كيف نسويها. خلاص هحط العلبة كلها وشوفوا الكمية كاملة. شوفوا جبت كمية ثانية لأن حسيت هذه قليل وأنا أبغى أكثر فأحط زيادة. طبعا الرغوة وظيفتها إنها تخلي الجزيئات تتماسك، فتقريبا هغطيها كلها، هغطي الصينية كلها. طبعا خلاص تبدأوا تخلطوا شوية، حتفقدوا الأمل في النص إنه ممكن ما يصير، لا بس تخلطوا مرة كويس وحيبدأ يطلع معاكم القوام. شوفوا يجنن كأنه فعلا ثلج رائع. شوفوا هذه النتيجة النهائية. الحلو فيه إنه تقدري تشكليه وتقدري بكل بساطة تنثريه، فيصير حبيبات ويصير يعني كده كتل. فدحين نوزعه بعدين أوريكم إن شاء الله التسوية.